القضيه اللي زي دي بيبقى فيها تعقيدات. شعبان احنا اللي كسرنا الخازوق، معترفين. بس دلوقتي فكر بموضوعيه. سرقه الاثر 10 سنين سجن، اتلاف الاثر 3 شهور، فهل يعقل ان احنا نتسجن 3 شهور بينما انت كده كده داخل السجن، فمش هتفرق معاك 10 سنين 10 سنين و3 شهور؟ بالظبط، وهنعوضك. لا لا لا، الموضوع مش محتاج التفكير ده كله. خد بالك، انت لو قلت لا مش هتتحبس لوحدك، انت هتتحبس انت والجرمق اللي كان في البيت ده كله، لان هم متسترين على مجرم. فتستر انت علينا وشيل الليله بدل ما تدخلوا كلكم السجن، وهنعوضك باللي نفسك فيه. هتعوضوني عن ال10 سنين؟ عن ال3 شهور، ال10 دول بتوعك انت كده كده، ال3 دول انت هتستقبلنا. لا 10 و3 شهور هنعوضك عليهم كلهم. وتودوا عيالي المدارس؟ كل اللي شفناهم دول لا اتحبس انا ب3 شهور. انا هوديهم بنفسي، اوصلهم كل يوم المدرسه. قصده توصيله. بس كده محتاجين تمنايه. يعني كده انا قصدي مصاريف المدارس. ماشي. ايوه نتحمل. يلا يلا. وتفتحوا لمراتي مصنع موبيليا، وتجيبوا شقه لحمايا وحماتي، وامي وابويا تحججوهم. لا انت لو بعت الخازوق مش هيجيب كل ده. بس ماشي احنا موافقين. يا فكر كإنسان. انت سرقت الخازوق عن قصد. احنا جبنا الخازوق واتكسر مننا واحنا راجعين، حرام ان احنا نتسجن معاك يا شعبان. بالظبط، وبعدين كل اللي نفسك فيه هيتعمل، ومن النهارده اعتبر اهلك اهلنا ونحل، وكل اللي نفسك فيه هيتحقق. بس قول لي انا تمام. قول لنا تمام. قول انا موافق. تمام يا شعبان. كريم باشا. نعم. انا عايز اعترف لك ان انا اللي كسرت الخازوق. ضميرك صحي ولوحدك كده يعني؟ كنت هتحبس 2 ابرياء؟ انت قلت هو انا بنعملها يعني. هو انا اللي شربت، هو انا اللي سرقت، هو انا كلمتك. استنى بس. يعني بتحصل. انتوا بتعملوا كده ازاي؟ ماشي، اكتب يا ابني. وبعد ان اعترف المتهم بانه هو من سرق واتلف الاثر، بناء عليه يتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. طلعوا 15 يوم بس يا عم، يعني نص شهر ان شاء الله، وترجع لاهلك بألف سلامة. حافظوا عليه. بلاش يا دكتور، هياخد جزاؤه. فيها 25 سنة على الأقل. يستاهل. هو مش سرقة أثر 10 سنين؟ والإتلاف 15. زودت لك ليمون زي ما بتحب. شكرا. ممكن بقى تفطر بسرعه عشان نطلع بدل فائد للباسبور؟ أنا لسه هطلع بدل فائد. ما هندور على الباسبور هنلاقيه يا ياسمين. هو مين اللي في الدنيا يفكر يسرق باسبور يعني؟ ليه حضرتك كده؟ ليه أنا تاني مرة تسرقني؟ ليه بتلاقي عليا بالكلام يعني أنا حرامية؟ أنا قلت إيه؟ ليه كده؟ أنا مش حرامية. مش قصدي والله. الجملة تقيلة يا منال، أنا بقول مين في العالم هيسرق باسبور بنفي التهمة بشكل عام عن أي حد. يا منال لو سمحتي بالراحة علينا شوية عشان احنا حياتنا يا دوب ماشية. شكرا يا حبيبي. ايه يا ياسمين؟ بالراحة يا هو انا قلت حاجة وانت هتعومي على عمرك؟ خلي بالك من الكلام اللي بيطلع من بقك. يا منال لو سمحتي اقفلي اللي انت مشغلاه ده عشان ده بيزود الإحساس بالألم عندك. ليه هو انتوا هنا ما بتحبوش الأغاني؟ دي مش أغاني، ده ندب، وده مش كويس لحالتك. شغلي عسالي. أيوة بس أصل بصراحة الباقة عندي خلصت. ما انت كده كده مشغله. هو عسالي بيسحب من الباقه اكتر من باقي المطربين يعني ولا طب ايه؟ استنى يا حمدي. نعم. خدي 200 جنيه، هاتي كارت شحن وجددي الباقة. ايه ده؟ 200. ما انا لسه قايله 200 جنيه. هو أنا شحاتة؟ لا انا ما قلتش كده. يعني أنا شحاتة؟ انا ما قلتش كده. الفيلم ده كله لا عشان أشحت بنفسي يا حمدي الجمله تقيله، لمست في الشحات. شايف حضرتك؟ انا اسف. هو ليه انتوا فاكريني شحاتة؟ رجعي الفلوس. خدي ال 200 جنيه تاني. احنا اسفين. انا اسفين. لا خلاص اتفضلي. كملي فطارك. يا نهار اسود. الله يسامحكم. لا ده هنعيش كده ازاي؟
هو انت مش قلتي لي ان ابوكي توفى من زمان قوي؟ ايوه. ليه لابسه عليه اسود لحد دلوقتي؟ هو حضرتك فاكرني لابسه ده عشان حزن يعني؟ فرحه؟ لا، هو انا بحب الاسود، بحسه بيليق عليا وبيخليني شيك. لا معلش، هو طبعا شيك بس في الوان تانية هتبقى شيك عليكي، فلو سمحتي البسي الالوان التانية عشان احنا مش ناقصين. حاضر. شكرا يا حبيبي. ايه ده؟ ايه ده؟ بسأل على اسود ازاي؟ ومامة حضرتك بالحالة اللي هي فيها دي ما يصحش برضه. مالها الست الوالده حضرتك؟ انا نفسي اللي هي والدتي، انا مش بتشحتف عليها كده. دي حالتها خطر والله. انت عرفتي منين ان حالتها خطره؟ جبتي منين ان حالتها خطره؟ انا دكتور وبقول لك هي كويسه. انتوا مخبيين عليا. هنخبي عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ والله العظيم لا لا يا حبيبتي والله العظيم هي كويسه. ليه مش عايزين تقولوا لي؟ يا والله منال كويس. منال، عايزين نقفل باب الاحزان ده وكفايانا شجن. كفايه بقى شجن في البيت ده من فضلك. بعد كده لو حسيتي ان اي حاجه هتضايقك وهتصبي عندنا، لا خشي اوضتك وعيطي وفكري في كل الحاجات اللي كل اللي اتصدموا بقى وكل اللي اتحرقوا وكل اللي ولعوا، وخلصي واطلعي لنا على نظافه. يلا اتفضلي. بتصرخي ليه دلوقتي؟ انت اللي قلت لي اتفضلي. اتفضلي في اوضتك، يعني ابتدي في اوضتك. حاضر. هنبتدي من اوضتك. يلا حاضر. تعالي تعالي، خدي احزانك معاكي، خديها معاكي ما هتساعدك. تزودش الطلبات بقى، احنا مصدقنا. شطوره يا منال. جوه. جوه اقفلي الباب كويس عليكي. بص مشيها والله العظيم مشيها شايلة عشان البيت انا عشان خاطري. والله هي العظيم خلاص انا خلاص مش زي ما هرجع من الشغل المصايب اللي هناك